يا عارفه انت يا عم انت. ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ انا يا عم انا. انت مين يا عم؟ انت فين اصلا؟ شيل البتاعه دي بس الاول كده اهو عشان تعرف تشوفني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت ايه اللي جابك هنا؟ وانا هفضل اتكلم وانا صغير كده؟ كبرني الاول طيب وبعدين نتكلم. كبرني الاول. اكبرك ازاي يعني؟ حط عليا لوح ازاز ولا كوبايه ولا اي حاجه هتلاقيني كبرت. واكبرك ليه؟ انت مين انت؟ يا عم كبرني بقى الاول. لا انا مش هكبرك غير لما اعرف انت مين. يا عم انا انت وانت انا. بتقول ايه؟ انا انت وانت انا. دي فزوره دي صح؟ كبرني يا تافه خلص كبرني. احط عليك الكوبايه يعني كده يعني؟ ايه ده؟ ولا انت حاسس حيالة؟ ايه اللي حصل لك؟ ولا يا عرفه انت عيل ورور صحيح. بقول لك ايه، انا مش فاضيلك، انا جاي جعان وعلى اخري. عندكم اكل ايه في التلاجة؟ ها عندكم اكل ايه؟ اهلا بيك يا صديقي في حلقه جديده من برنامج العراف. شفت اخر حفله لام كلثوم اللي كانت من كام سنه دي؟ لا طبعا مش الحوار الجديد بتاع عمرو مصطفى ده موضوع الاي اي وبيشتغل بالتعرف على الصوت وكده، وممكن نبقى نتكلم عنه بعدين. لكن انا بتكلم هنا عن حفله حيه لام كلثوم وسط تفاعل جماهيري ضخم. يعني ام كلثوم واقفه قدامك كده على المسرح وبتغني، وطبعا دي تقنيه حديثه اسمها الهولوجرام. تعالى بقى يا صديقي نتعرف شويه على الهولوجرام. الهولوجرام يا صديقي عباره عن شعاع ليزر، والشعاع ده انت تعرف ايه هو شعاع الليزر الاول؟ ايوه هو الليزر اللي بيعاكس بيه البنات في الشارع. اللي انت بتعاكس بيه البنات يعني الادب. انا مش بعاكس حد، انا محترم. تعال نعرف الاول يا صديقي ايه الفرق بين شعاع الضوء العادي وشعاع الليزر. الضوء العادي يا صديقي عباره عن فوتونات، ودي اشعه غير مترابطه. يعني بكل بساطه كده يا صديقي الضوء الابيض ده بيطلع من كشافك بكل بساطه كده وبيتحول للسبع الوان: الاحمر والبرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والنيلي والبنفسجي، زي ما انت شايف كده بالظبط يا صديقي. او تقدر تشوف مثال ليه في قوس قزح او الوان الطيف زي ما احنا بنسميها كده. يا صديقي عرفنا ان الضوء اشعه غير مترابطه. عايز اقول لك كمان انه اشعه غير متوازيه، يعني ما بتمشيش في اتجاه واحد بس، لانها بتنتشر في الفراغ يا صديقي بسرعه ثابته وهي 300 كيلو متر في الساعه. كده يا صديقي هتحرك الفوتونات بصوره عشوائيه، عشان كده غير متوازيه. تعال بقى نجرب ده مع بعض عشان نفهم اكتر. عايزك تطفي نور الاوضه يا صديقي اللي انت قاعد فيها وتشغل كشاف تليفونك. ايه ده النور؟ انا بخاف من الضلمه يا جدعان. شغل كشافك كده وانت قاعد في الضلمه هتلاقي الاوضه كلها نورت. وده ليه بقى يا صديقي؟ عشان الفوتونات انتشرت في المكان كله بشكل عشوائي فنورت الاوضه كلها. طيب شفت الكلام اللي قلناه ده كله بقى يا صديقي؟ اعكس كل ده في تعريف الليزر. يعني له لون واحد وتردد واحد ومفيش الالوان السبعه اللي زي الضوء العادي دول، وله طول موجي واحد واشعه متوازيه. يعني بتفضل شده الليزر ثابته يا صديقي مهما طالت المسافه، ولا يخضع لقانون التربيع العكسي، يعني عمره ما هينور الاوضه كلها. طب تعالى يا صديقي نعمل ده مع بعض عشان اكد لك كلامي. تطفي النور تاني ليه؟ لا ما تطفيش النور، هم عارفين كل حاجه، عارفين الليزر وعارفين، مش مستاهل ان انا اشرحه يعني. ده الليزر مشهور قوي. مش انت عارف الليزر يا صديقي برضو؟ هو ليزر، بس شكلك كده اتلخبطت معايا وعايز تعرف ايه علاقه اللي بنقوله ده بالهولوجرام. انا هقول لك ابسط يا سيدي. الليزر يا صديقي علم كبير قوي وله خواص كتير قوي، تحضيره صعب جدا. زي العالم ايمان ما تعب قوي كده وعمل اول تجربه في التاريخ للليزر، كانت عباره عن بلوره ياقوته مطعمه بالكروم. تعب جدا الراجل ده وعمل ايه؟ احب اقول لك يا صديقي ان الليزر المتعارف عليه اللي احنا بنمسكه في ايدينا ده كتير، ده الجزء البدائي قوي من الليزر. لكن الليزر الحقيقي هو اللي اتعمل بيه العمليات الجراحيه وتقطيع الماس وحاجات كتير جدا. بعد ما العالم ايمان اخترع الليزر يا صديقي بدا الليزر يتطور لحد ما وصلنا للهولوجرام. اخيرا وصلنا. الهولوجرام ده بقى يا صديقي حكايته حكايه. هو عباره عن اشعه ليزر متوازيه ولها نفس الطول الموجي، يعني لها نفس الاشعه المنعكسه عن الاشياء. شكلك مش فاهم حاجه يا صديقي صح؟ طب تعالى افهمك اكتر. زمان، لا استنى عشان زمان دي عايز نقعد على الكرسي بقى ونرجع ورا براحتنا. زمان واحنا صغيرين كنا بنطلع في العيد انا واصحابي نضرب حواوشي عند المحلاوي ونطلع نصور في استوديو فرح. كانت ايام. فاكر الله صايع انت وهو؟ او الشخص اللي كان بيصورك زمان بقى يا صديقي كان يقدر يتحكم في لون الخلفيه اللي وراه او شكلك وطريقه وقفتك او قعدتك، او يتحكم في لون الاضاءه. لكن بتكون الصوره في الاخر ثنائيه الابعاد، يعني بتشوف الطول والعرض بس. لكن هل تقدر تشوف اي مجسم للصوره؟ طبعا لا. ده بقى يا صديقي اللي يقدر يعمله الهولوجرام. صوره مشفره وبتنتج بعد تحميل الصوره المتكونه على اللوح الفوتوغرافي، وهنا بتتكون عليه الاشعه المرجعيه. تعرف ايه هي الاشعه المرجعيه؟ كنت متوقع. دي يا سيدي اشعه متوازيه وتستخدم في التصوير المجسم ولها نفس الطول الموجي للاشعه المنعكسه. حاسك لسه مش فاهمني برضو. طيب هقول لك طريقه ممكن تبقى تجربها عشان تثبت لك كلامي. لو مش عارف تنفذها هحاول اسيب لك لينك فيديو لتكوين الهولوجرام. تعال اقول لك بقى التجربه ممكن تكون ازاي. هات كده صندوق ولا ازازه ولا كوبايه ولا اي حاجه عندك، هات لوح هولوجرام وسلط عليه ضوء ليزر وبقول
اللي شايف ايه، وساعتها هتعرف ان الهولوجرام يقدر فعلا يعمل لك صوره ثلاثيه الابعاد لها طول وعرض وارتفاع. تعالى بقى يا صديقي نشوف ممكن نقدر نستخدم الهولوجرام ده في ايه. ممكن يستخدم في مجال الطب لعلاج تصحيح النظر وعلاج انفصام الشبكيه، ودي حاجات حساسه جدا. ممكن يستخدم في مجال الاتصالات كبديل لكابلات التليفونات، وكمان الصناعه زي تقطيع وثقب الماس، وفي المجالات العسكريه بتوجيه الصواريخ بدقه عاليه جدا، والقنابل الذكيه، سمارت بوم، رادار الليزر، مجال البرمجه، وحاجات كتير جدا ممكن نستخدمه فيها. وكمان زي ما اتكلمنا في اول الحلقه عن حفله ام كلثوم، ولو لاحظت يا صديقي هتلاقي عليها ضوء كتير جدا بالوان مختلفه، وده بقى يا صديقي هو الليزر اللي شرط اساسي في تكوين الهولوجرام. لكن بعد ده كله لسه تكلفه الهولوجرام غاليه جدا بالنسبه لتقنيه ثنائيه الابعاد، وممكن تلف البيانات الهولوجرافيه بسبب الضوضاء والحساسيه. لكن ما تقلقش يا صديقي، اكيد هيكون متوفر بشكل افضل في المستقبل القريب. ساعتها يا صديقي هتقدر تشوف اي حد فقدته في حياتك، وممكن تتصور معاه صور جديده كمان، ومين عارف ممكن تتكلموا وتفتكروا الذكريات مع بعض، ويا عالم ممكن يوصل لايه كمان. المهم عشان احنا ما نوقفش فيديوهاتنا يا صديقي، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتقول لي رايك في التعليقات تحت، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا علاء عرفه وبس كده.